السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين وبألف خير. طبعا الجو صعب صعب جدا. ربنا يا رب يكون في عون الناس كلها ويكون في عون اهل غزة يا رب. ربنا يسترها عليهم وينصرهم يا رب ويثبتهم ويقويهم، اللهم امين. ويفرجها على اهل السودان ويفرجها على اهل سوريا وكل بلاد المسلمين في كل مكان يا رب. تعالوا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. وحاجة أول مرة في حياتي أعملها، هشوف بقى، مش عارفة يعني، هنحكم مع بعض في آخر الفيديو. المكنة طلعت قماش ولا ما طلعتش قماش؟ أنا هعمل إيه النهاردة؟ هعمل الرقاق الناشف اللي بنعمل منه صواني في العيد. أول مرة في حياتي أعمله. عملت كتير الرقاق الطري وبيطلع معايا تحفة ونتيجته حلوة جدا، لكن اول مرة اجرب الرقاق الناشف. قلت بسم الله الرحمن الرحيم وهجرب في كيلو دقيق، وانا وحظي وانا وبختي. طبعا هي العجينة سهلة وما فيهاش مكونات كتير، مجرد دقيق وشوية ملح دوبتهم في كوباية مية، وبنزل بالمية كده ايه تدريجي لحد لما العجينة بتاعتي تلم او الدقيق بتاعي يلم. معايا كيلو واحد من الدقيق، يدوب نخلته وبدأت ايه ان انا اضيف له الميه حبه بحبه مع نص معلقه من الملح، نص معلقه ممسوحه كمان، مش كبيره. العجينه بتاعتي اهي، طلعتها بقى من الطبق ورشيت رشه دقيق على الترابيزه وبدات ان انا ايه اعجن فيها. لازم تتخدم كويس جدا. دي اول حاجه. تاني حاجه لازم ان انتي تحضري جنبك شويه دقيق اضافي، علشان ده اللي هيساعدك على فرد وحدات الرقاق. فهو بيحتاج شوية دقيق زيادة. يعني انا عجنت كيلو من الدقيق واستخدمت حوالي ربع كيلو من الدقيق في الفرد. وهقول لكم برضو انهي احسن في الفرد، انك تفردي بالنشابة ولا تفردي بالعجلة، ولا نفرد بالعصاية الرفيعة خالص اللي هي النشابة بقى، اللي هي رفيعة بتاعت الرقاق. بالنسبة لي انا جربت العجلة وجربت النشابة اللي هي الطويلة، وهقول لكم انهي احسن. انتوا هتشوفوا اصلا بعينكم. بصوا انا خليت العجينة بتاعتي كده ايه، خلاص بقت تمام، اتعجنت كويس. دلوقتي هبدأ ان انا اقطعها. انا عملتها رول كبير وهبدأ ان انا اقطعها. هحاول على قد ما اقدر كده اساوي القطع بالنظر، مش معيش ميزان ولا حاجة، بالنظر كده. طبعا انا فضلت اقوم واقعد ونزلت عليها كده بكل قوتي بحيث ان انا اخدمها كويس جدا جدا. ودلوقتي بدأت ان انا ايه اقسمها، وهنشوف مع بعض كده واحدة واحدة. طبعا انا في جنبي يعني مش عارفة اقول ايه، زعقوقة صغننة اهي عمالة جايبة لي ادواتها وعايزة تعجن معايا، ومصممة انها تطلع شيف. اطلعي شيف في وقت تاني، ما تضايقنيش، انا دلوقتي مش قادرة، الدنيا حر نار. لا مش ممكن، هتطلع شيف دلوقتي وهتعمل رواق زيها زي. اتفضلوا اتفضلوا انتوا احكموا اعمل فيها ايه. يلا الحمد لله. العجينه بقى بتاعتي انا ما سبتهاش تستريح، فانا دلوقتي لما قطعتها هسيبها بقى تستريح شويه. قصدتها هي الكرات كده، حاولت ان انا اسويهم على قد ما اقدر، وهغطيهم بفوطه. يعني الاول غطيتهم بفوطه وبعدين شلت الفوطه، حطيت كيس بلاستيك وبعد الكيس حطيت الفوطه. ليه؟ لاني لقيت ان وش العجين هيبدا ان هو ينشف ويعمل قشره كده ويشقق، فده مش احسن حاجه. بعد ما سبت العجين يستريح شويه معايا، هو لازم يستريح عشان يتفرد. بمجرد ما هتشتغلي فيه وتقطعيه وتبداي تفردي هتلاقيه ما بيتفردش معاكي لانه ما استريحش، فلازم تسيبيه يستريح ممكن ربع ساعه مثلا. بس الدنيا حر يعني ما تطوليش عليه قوي، وهو ما فيهوش خميره فمش مستنين ان هو يخمر. واول واحده هبدا اسويها، بصوا سويتها على عين البوتاجاز من فوق، قلبت الصينيه كده وسبتها لما سخنت، ولعت البوتاجاز سبتها لما سخنت، وبعدين بدات اسوي اول واحده اللي هي ايه، يعني اخدت قطعتين كده مني، بس هي القطعتين دول مش هيأثروا معانا في اي حاجه. بدات اقلبها كل ايه يعني، ما بتستنيش عليها كتير، احنا مش عايزينها اصلا يعني تغير لون قوي، احنا عايزينها تستوي وتقرمش بس من غير ما ايه ما تحمر كلها، لا مش عايزينها تحمر. النشابة اللي في ايدي دي ريحتني اكتر من العجلة.
ولكن انا متأكدة ان لو كان عندي الرفيعة خالص اللي هي الاصلية بتاعت الرقاق كان هتريحني اكتر من كده، وكانت هتسعف معايا اكتر. بصوا بقى، يعني الحكاية ما فيهاش اي حاجة صعبة خالص خالص. هي الحاجة الصعبة الوحيدة اللي فيها ان احنا في حر بصراحة يا اولاد. الدنيا حر جدا جدا زيادة عن اللزوم. ف ربنا يكون في عون الناس طبعا اللي هي يعني واخدة اللي واخدين الحاجات دي شغلتهم، ربنا يعينهم ويقويهم يا رب ويوسع رزقهم، اللهم امين. طبعا هو غالي في السوق، هو ب50 جنيه كيلو، ولكن مش هننسى برضو ان الغاز غالي، الانابيب غالية، وتعبهم وقعدتهم، يعني ربنا يا رب يجعل لهم رزق واسع يا رب، اللهم امين. فاللي تقدر تشتري تشتري، اللي تقدر تشتري وعايزة تريح نفسها تشتري، لان الناس دي ليها ارزاق ربنا طبعا كاتبها لهم، ودي حاجة حلال بيشتغلوا ويجيبوا منها رزقهم. لكن انا كنت حابة صراحة جدا جدا اجرب واشوف النتيجة هتبقى معايا ازاي. فرحت جدا جدا بالنتيجة. بصوا بقى بتفرد معايا ازاي، وسعت بقى قوي لدرجة انها بقت كبيرة على الصينية. لما جينا نسوي لقيناها كبيرة وليها اطراف كتير، يعني الاطراف بتاعتها نازلة مسافة كبيرة على الصينية. فلما بتستوي وهي نازلة كده الجناب بتاعتها بتبقى متنية. بصوا الجمال، المكنة طلعت قماش يا ولاد. الحمد لله، كانت اول تجربة وناجحة جدا. يعني انا عن نفسي ممتنة جدا وفرحانة، الحمد لله رب العالمين. شوفوا بقى اللي بيحصل معايا، ان انا لما بنسى وبشتغل من غير ما ارش دقيق بتلزق. فانتي تجنبي بقى الاخطاء اللي انا وقعت فيها. انتي برضو تجنبيها، بحيث ان انتي لما تيجي تعملي تبقى التجربة ناجحة معاكي من الاول للاخر. الحمد لله، يعني الحكاية سهلة مش صعبة. وان شاء الله برضو باذن الله لما هاجي اعمله باللحمة المفرومة ممكن اعمله تاني يوم ان شاء الله، يعني من غير مقاطعة. فلما هاجي اعمل صينية الرز باللحمة المفرومة هصورها وهقول لكم النتيجة بالظبط. شفتوا بقى لما وسعت قوي مني وبقت النشابة تفرد معايا جامد، اضطريت ان انا اكبر الصينية. فجبت صينية العشاء الالومنيوم دي وسخنتها قوي، وبقت احط عليها. بصوا الجمال، الحلاوة دي، الله عليا، تسلم ايدي والله، تسلم ايدي. ان شاء الله المرة الجاية بقى احسن واحسن، وان شاء الله انتوا لما تجربوه تفرحوا بيه. بصوا القرمشة خطيرة. كل سنة وانتوا طيبين حبايبي وبألف خير، وعيد سعيد عليكم، وربنا يا رب يسعد قلوبكم كلكم يا رب، اللهم امين. دي كانت الكمية كلها بتاعت الكيلو.